وبما ان الفلفل الالوان اليومين دول رخيص جدا، فتعالوا بقى نفرزه. تفريزه سهل خالص. اول حاجه هتجيبيها تغسليه كويس قوي، تنشفيه على فوطه كده، لما ينشف خالص ما يكونش فيه اي ميه هتقطعيه التقطيعه اللي بتحبيها. انا قطعته شرايح بالطول زي ما انتم شايفين، وقطعته تقطيع صغير كده لاني بحتاجه كده وبحتاجه كده. تمام. وعايزه اقول لكم كمان ان انا مش بشتري الفلفل الاحمر كتير، يعني لما بجيب بحاول اجيب اصفر كتير. وكمان لما بيكون غالي وبعمل اكله وعايزه فيها فلفل الوان ما بشتريش، طبعا ساعات كتير بيبقى غالي جدا، فبشتري بس الاصفر وبستغنى عن الاحمر وبستبدله بالطماطم، بس بكون خالياها من البذور. تمام. بعد ما بتقطعي بقى الفلفل التقطيعه اللي انت بتحبيها وبتستخدميها على طول، هتبتدي بقى يا اما في كيس تلاجة وتفرغي منه الهواء خالص وتبططيه كده علشان تاخدي منه زي ما انت عايزه، او في علبه زي ما انت شايفه كده. وهتحطيها تكون محكمه الغلق، وهتاخدي منها على قد ما انت عايزه، مش بيمسك في بعضه خالص لان هو متنشف من الميه، وهيقعد عندك في الفريزر فترة طويلة جدا. اهم حاجة انك تطلعيه من الفريزر على الاستخدام على طول. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعليق حلو زيه.